السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعي قناة أم جمانة. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد إن شاء الله اللي راح يكونوا أطباق متنوعة. كنتمنى ينالوا الإعجاب ديالكم. الطبق الأول اللي غيكون الحوت في الفران، كنرافقوه مع بطاطا وخيزو والفلفلة اللي كيجي رائع. عندنا الحوت هنايا مشرمل بشويه تاع الثومه مع الربيع، الكمون، قزبر المعدنوس، شويه ديال بزار، التحميره، مطيشه الحك، زيت العود. كنشرملو الحوت ديالنا، كنشرملو داك الخضر وكندخلوهم للفران. كنزينوه بشويه تاع الحامض والزيتون، كندخلوه للفران مده 30 دقيقه. كيجي زوين، كيجي رائع. وعندنا هنايا شاركت معكم واحد مائدة الإفطار. خيركم في داركم، وكنقول لكم بالصحة والراحة للجميع، وعواشر مباركة يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا جميعا، وأطباق شهية للجميع. عندنا هنا الطبلة ديالنا اللي غيكون فيها شوية تاع السفوف وشوية شلاضة مع ليكيش. عندنا دجاج محمر معمر بالشعرية الصينية، والحريرة هي، والحوت مقليت، شوية تمار، شوية الشبكية، وواحد لازانيا تاع بطاطا اللي كتجي زوينة. ديجا شاركتها معكم في القناة. وعندنا البطبوط معمر، وعندنا بطاطا معمرة بالكفتة اللي كتجي زوينة. الطورطة هذه في الفران كنقدموها مع الفرماج، كتجي رائعة. كنتمنى تجربوها حتى هي، كتجي على هذا الشكل هذا. كنجيبو البطاطا ديالنا وكنسلقوها، وكنديروا لها شويه تاع لقامات الثومه والربيع مع القزبر والمعدنوس، ونجيبو الكفته ديالنا كنشحروها، وكنعمروا الكرات تاع الكفته تاع بطاطا بالكفته من الداخل والفرماج، وكندخلوهم للفران، وكنضيفوا عليهم من الفوق كنضيفوا الفرماج، وكندخلوهم للفران مع شويه تاع الصلصه تاع الطماطم. كتجي رائعه. دابا نشاركها معكم ان شاء الله. كتجي على هذا الشكل هذا. وهنا عندنا واحد لي كيجيو رائعين حتى هما، اللي كنعمروهم بلبن فيمي وصلصه البيشاميل والفرماج اللي ديجا شاركتها معكم، اللي كيجيو حتى هما رائعين، كيجيو زوينين ان شاء الله. بالصحه والراحه للجميع. هاد لي كيجيو مقرملين، كندخلهم للفران واحد 10 دقائق. كيكون عندنا كلشي طايب، كندخلو غير الحشوه، كلشي واجد، كندخلو غير داك الفرماج يذوب ويتقرملو، كنخرجوهم. وندوزو لطبق اخر اللي غيكون عباره عن السردين مقلي، اللي كيجي حتى هو زوين. السردين العادي بشويه تاع كنقليوه في الزيت. ماشي السردين عندي هنايا الحوت الشرغو، كيجي حتى هو زوين. كنفرشلو شويه تاع الخس وكنقدموه. وعندي لي كيش طبق واحد، وصفه واحده اخرى تاع لي كيش اللي كنعمروهم بالكفته والبصله والزيتون المقطع، وكنديروا لهم البشاميل والفرماج وندخلهم الفران. الاولين كعندي هنا جوج اطباق تاع لي كيش. الاولين كانوا معمرين بلبن فيمي، وهادو معمرين بالكفته. نفس الطريقه، غير كاين حشوه حلوه، كاين حشوه مالحه، على حسب الحشوه اللي بغيتو، اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه.
كيجيو رائعين، كيجيو مقرملين وهشاش. وهنا عندنا بطاطا مسلوقة اللي ديجا شاركت معكم. عندنا بطاطا مسلوقة مع شوية تاع الملح، وكنمعسوها ونعمروها من الداخل بالكفتة مشحرة بشوية القزبر والمعدنوس، شوية تاع الكمون والملح، وشوية تاع التحميرة. وكنديرو كويرات تاع الكفتة، وكنديرو تاني كورة تاع البطاطا، وكنديرو فيها داك الكورة تاع الكفتة. كنجيبو واحد لاطة اللي كتدخل الفران، كنحكو فيها 2 مطيشات و2 بصلات مع الثومه والربيع، شويه تاع التحميره، معلقه تاع الصلصه من الطماطم، شويه تاع الكمون، ابزار، تحميره. وكندخلهم الفران، وكنضيفوا عليهم الفرماج، كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي تاع طرطه تاع بطاطا ديالنا كي كتجي في الفران على هذا الشكل هذا. وعندنا هنايا واحد الدجاج اللي كيجي رائع، كنتمنى تجربوه ينال الاعجاب ديالكم، ضروري ان شاء الله تجربوه. الدجاج في الكوكوط اللي كيجي زوين بواحد التتبيله رائعه. عندنا الدجاج مغسول، كنضيفوا عليه 2 معالق كبار تاع العسل، وشويه تاع التحميره، وشويه تاع الكمون، معلقه تاع الكمون، ومعلقه تاع القزبر حبوب، وشويه تاع الكمون، وشويه تاع الملح، وشويه الابزار. وكنضيفوا 2 معالق تاع الزبده في الكوكوط، وكنسدو على الدجاج ديالنا لمده 15 دقيقه. كيحلو عليه كيجي محمر على هذا الشكل هذا، كيجي رائع. كنتمنى تجربوه. وعندنا هنا طاجين دجاج مخضر بالبرقوق اللي ديجا شاركته معكم، كيجي زوين، كيجي معلك. كنتمنى تجربوه حتى هو، كيجي زوين، كيجي معسل. وندوزو لطبق اخر اللي غيكون على السردين المقلي في الفران. وعندنا واحد الحريشات اللي كيجيو رائعين معمرين من الداخل بالحشوه رائعه، حريشات مالحين اللي كنعمروهم بشويه تاع الفلفله مشحره والكفته مع الزيتون مقطع والبصله. والمقادير تحت الحرشه عاديه، كنعمروهم وندخلوهم الفران، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين. كنتمنى تجربوهم حتى هما. وهذا عندي ليكيش ديجا شاركته معكم. ليكيش كاينين عدة من طرق اللي تقدروا ديروها باش ما قدرتوا تعمروهم، كيجيو زوينين. ديجا شاركت معكم الطريقة ديالهم على القناة. هذا هو الشكل النهائي تاع ليكيش، كيجي على هذا الشكل هذا. نقدم معكم دابا واحد مائدة الافطار الثانية اللي غادي يكون فيها شويه تاع القرص، شويه تاع البروكولي، وشويه تاع فريت، الزيتون كحال، البريوات، ليكيش، شلاضه، تمار، اللي كنرافقوا مائدة الافطار ديالنا بشويه تاع الدجاج ولا الحوت، البريوات. اطباق متنوعه فهي طيبه للجميع، بالصحه والراحه للجميع. وبغيت نشارك معكم اطباق ديالي تاع رمضان وصافي، بعد من اشكال منها، وما كل واحد عنده خيره في دارو. الله يعطيكم الصحه الجميع ان شاء الله. وهنا عندنا واحد الحوت بينيتيو، تا هو كيجي بواحد التتبيله رائعه بالشرموله، تا هو كندخلو الفران كيجي زوين، كيجي رائع. هذا الفيديو هذا شاركت معكم
العديد من الأطباق تاع رمضان، كنتمنى تجربوهم. هنا عندي الحوت مقلي، شوية تاع الحوت اللي كنقليه عادي، وكنرافقو مع شوية تاع الخس. هنا عندي شوية تاع ميرنا وشوية تاع بيني هداك الشرغو، واحد الحوت اخر. وهنا عندي واحد الطبق تاع باستيا شو اللي كيجي زوين في الفران. عندي الفريت مقلي مع سلطة البيشاميل والدجاج مشحر والفرماج، وكندخلوه ان شاء الله. كنقول لكم بالصحه والراحه للجميع، وما تنساوناش بالاراء والاشتراك ديالكم الزوينه اللي كيهمونا. كنقول لكم مع السلامه، الى اللقاء، الى الفيديو القادم ان شاء الله.